احمد انا الثقه في جيشنا، الثقه في مؤسساتنا، مش كده؟ الثقه بالظبط في ولادنا، بالظبط في ولادنا، ابطالنا، لان هم دول خير اجناد الارض. ده حقيقي، وادي المثل اهو، ولد مصري واحد شوف عمل ايه. بطل. النهارده اسرائيل فيها كارثه، وانا بقول لك يا احمد والله زي يوم السبت الحزين يوم 9 اكتوبر 73 عندهم الكارثه 6 دي. اكتوبر 9 اكتوبر 9 يوم 9 جولدا مائير عملت المؤتمر بتاعها يوم موشا ديان واعلنت هزيمه اسرائيل. يومها كان السبت الحزين، وده النهارده كان السبت الحزين برضه، لان ولد مصري عمل فيهم هذا الكلام واثبت ان جيش الدفاع الاسرائيلي لا يساوي شيء. شوف السور ده لا يساوي شيء. طبعا عمل لهم ايه؟ عاملين له دي تأمين. دي يا احمد احنا عسكريين وانا عارف عسكرية. اين الاحتياطي؟ اتحرك ازاي؟ انت من الساعه 4 الفجر للساعه 8 واثنين عندك مقتولين في نقطه مهمه على معبر رئيسي، ما حدش عملت حاجه. فين الاحتياطي بتاعك؟ فين الاحتياطي الاول الثاني؟ فين الناس اللي بتتابع النقط دي التمامات؟ لا في مشكله عندهم، وهم اعتقد عشان ابسط حاجه فضيحه داخل الجيش الاسرائيلي. طبعا مشكله كبيره، كارثه. هيراجعوا ازاي ده حصل والدرس طبعا منه ايه؟ هم هياخدوا منه درس، هياخدوا منه درس زي ما كل واحد وهيتعلموا، وهيبدا طبعا هتلاقي الخط ده من عليه كاميرات من الفتره اللي جايه. حط سنسورز ان مجرد انك تلمس هتلاقي بينور في كل حته، هتلاقي فيه فتحات، هتلاقي فيه ممكن يحفر خنادق زي ما كان عامل مع روسيا، ممكن يحط حقول الغام عشان يمنع اي حد. لا الفتره اللي جايه اسرائيل هتغير شكل الدفاعات في هذا الاتجاه. تغيير. حضرتك متوقع اللجنه اعلانها الخميس؟ انا بعتقد الخميس. اعتقد الخميس المشتركه بيننا وبينهم. احنا طبعا احنا بالنسبه لنا الامور واضحه وسريحه. ولكن احنا يهمنا ايضا ان احنا نستفيد من هذا الحدث حتى لا يتكرر تاني. سواء من مهربين من عندنا او من الناحيه الثانيه، لكن هذا ما حدث بحق ربنا يعني. طيب سيادة اللواء، خلينا نروح مره اخرى للاعلام المصري. ومصر كانت في منتهى زي ما بقول كده يعني الالتزام بالمهنيه. الاعلام المصري مسؤولين، ما حدش يتكلم الا الالتزام بالبيان الرسمي المتحدث العسكري. بتشوف هذا الامر ازاي؟ احنا بعد ما اسرائيل طلعت اول اعلان لها ان ما حدث هو تهريب، وان دي قدرت المهربات مخدرات ب 400,000 دولار. مصر على طول انها شافت وسالت القصه في الموقع، والموقع العسكري كان فين، والجندي قال والله انا او القائد بتاعه قال ان هو الساعه 4. احنا بدينا نسمع اصوات اطلاق نار. انت خد بالك ان هم بالليل والاسواق النار، وان الولد بالليل والدنيا ضلمه ما فيش غير ضوء القمر ويقضي على الاثنين المجند والمجنده. عشان هم كانوا يقتلوه. هتقول طبعا هو حصل اشتباك بقى. حصل اشتباك. ما تقوليش بقى ان ده فرد امن مركزي، لا ده متدرب ونص، وعرف انه ينشن، وعرف انه يضرب وليلي ويقتل الهدفين دول، لان كان في ضرب نار من الطرفين. فما تقوليش ده لا متدرب ونص وفاهم، روحه المعنويه عاليه. اللي ما عندوش روح معنويه بيجري، لكن اللي عنده روح معنويه بيقاتل. اللي بيحب بلده بيقاتل، اللي بيحب ارضه بيقاتل. احنا حاربنا يا احمد، انا حاربت 4 سنين في حياتي. 3 سنين في اليمن، حرب 67 يونيو زي دلوقتي انا كنت موجود في الكونتيلا واتضربنا وانسحبنا. 6 سنين حرب استنزاف، حرب اكتوبر 73. كل مصري شفنا الجندي المصري قد ايه قوي وقد ايه بيحب بلده، وده كان اكبر مثال النهارده. شوف السور اللي احنا قدامنا ده، عداه الجندي المصري وما هموش حاجه.